مع احترامي لكل الآراء اللي قالت إن سبب كبس البيض امبارح سواء في القص بتاع بندقة أو الأهالي، كتير قالوا ممكن يكون بسبب زيادة كالسيوم، ممكن يكون في سالمونيلا، ممكن يكون عدم النظافة، ممكن يكون توجه الشمس المباشر أو ارتفاع درجة الحرارة. وكونك انت كمربي ملاحظ حمامك، انت اكتر واحد اللي بتحكم او تقول انه السبب. وانا من خبرتي هقول لكم السبب ايه، لاني زي ما انتم شايفين بندق وبندقه حالتهم كويسه جدا، الدبل بتاعهم كويس، مفيش اي اعراض سالمونيلا، ومع ذلك ده تاني عيش يكبس قبل الفأس بيومين البيض يبوظ، والاهالي نفس الحكايه. خلينا بس نعترف الاول ان منقار الغزار ليه طبيعه خاصه. الفرخ نفسه جوه البيضه لو ما كانش قوي مش هيقدر يفتح البيضه، فبيؤدي الكبس، فده طبيعته مختلفه عن الزاجل. وبالنسبه للشمس ارتفاع درجه الحراره ممكن تاثر على البيض فتخليه برضو يكبس، لكن دول من تحت. يعني لو احنا قلنا ارتفاع درجه الحراره اكتر حاجه متاثره اللي هو من فوق، او التيار الهواء بيدفع فوق مش تحت. طب السالمونيلا مفيش اي اعراض، بدليل كمان القص التاني اهو مخصي والدنيا تمام، بس ده ممكن سبب من الاسباب. طيب انا هعمل ايه وايه السبب من وجهة نظري؟ السبب من وجهة نظري لان بندق وبندقه دول اخوات، والاهالي اللي انا مشترياهم دول وارد ان يكونوا اخوات، وحتى لو مش اخوات جيناتهم مش راكبه على بعض، فالاجنه بتطلع ضعيفه. طب الحل ايه؟ انا هبدل، يعني هدي الاب للبنت وبندق هديه للام، هعكس الاجيال. يعني ده فيه خطوره؟ لا، ده انا بقوي النسل بتاعهم، مفيش اي مشكله ان انت تدي الام للابن والابنه للاب. فهو دوت الحل الوحيد، لان فعلا في حاجه تانية برضو ممكن تؤدي لكبس البيض، ان البيض ما يتحضنش اساسا كويس، او يجي في الاواخر مش عارفين يحضنوا. بس انا جربت كل الطرق الاوليه، يعني انا مش هغير كده، لا احنا الاول بنجرب، بنحط الحصى تحت قص حنين زي الزواجل، ولو لقينا البتاع كبس فنعرف ان مش عيب تحضين، لان انا خليتهم برضو هم يحضنوا. انتوا زي ما انتوا شايفين بندق وبندقه كانوا حنينين جدا في التحضين، وحتى الاسوس بتاعتهم الاهالي الكبيره اكلوا الزاجل وبرضو حنينين. فهو الفكره مش في التاكيل ومش في التحضير. طبعا قلة النظافة ممكن تخلي البيض ياخد من البكتيريا او الفطريات المحيطة بالمكان ويكبس، بس الحمد لله عندي انا بنظف باستمرار، فبنستبعد النقطة دي. عشان كده انا بقول لكم انت كمربي بتستكشف العيب في ايه. فمادام شفت موضوع التحضير، ومادام الحمام صحته كويسة، مفيش اعراض سالمونيلا لا في زبل ولا في اكل ولا في هيئه، تبص على الصدر تلاقيه لاحم، الحمام بيطير كويس، او تلعب تمسكه كده تلاقيه قوي زي ما انتم شايفين وانتم متابعين. لا تعالوا بعيدوا عن الغسيل. فهو فكره تربيه الحمام ملهاش قاعده ثابته احنا بنمشي عليها، احنا بنشوف كذا سبب، وممكن يكون سبب واحد من ضمن. بس في حاجة كمان انا هعملها ان شاء الله لما اغير الاسوس، البيض من 15 يوم هبتدي ان انا اعمل له رطوبة وبخبخه بحيث اساعد الزغلول، لان زي ما قلنا كده منقاره بيبقى صغير ما بيقدرش يدفع البيضة. يا جماعة انا ما بديش حتى تحديق، ما بديش اي ادوية، فهو بس علشان طبيعة الغزار منقاره قليل. ده في كمان انواع غزار ده كده عظمه يعتبر بارز، في حاجات مقطومة خالص. فاحنا هنعمل كده مع بعض. يبقى اول خطوة احنا هنعملها ان احنا هنبدل الازواج. بعد كده لما يحصوا ان شاء الله على خير هبتدي من يوم 15، يعني قبل الفأس بيومين 3، هجيب بخاخ ميه كده وارطب على البيضة بحيث ان اساعد في الفأس. بس انا هعمل كده بعد ما النتاية هنا، عشان هي المفروض هتحصي الحصواية التانية النهاردة، وهنبقى ماشيين مع بعض كل الخطوات، عشان لقيت في ناس كتير قوي بتشتكي من كبس البيض.